لو كنت كمان بتحب المسلسلات اللي هي بتخليك كده على أعصابك وتشك في كل شخصية من الشخصيات، عندي بقى ليك عملين ما يخلكش تقوم من مكانك. زي مسلسل 220 يوم، مش مجرد دراما، لغز كبير بيتفتح من أول حلقة. 220 يوم من الغموض والأسرار والتفاصيل اللي بتتغير كل ما تفتكر إن أنت فاهم إيه اللي بيحصل. ليه 220 يوم؟ وليه كل حاجة بتبتدي بعد ما بتنتهي؟ الناس بتتغير والذكريات بتتلخبط وكل يوم بتقرب من الحقيقة أو بتبتعد عنها. أما بقى مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، فده بقى لما تتفرج عليه لازم تبقى مركز جدا، كل حاجة واضحة قصادك بس الحقيقة مستخبية. المسلسل بقى ده بيخليك تشك في كل مشهد، كل ابتسامة، كل نظرة، كل صداقة ما بين الشخصيات اللي موجودة في المسلسل. لو بتحب القصص اللي بتقلب لك دماغك وتتفرج على الحلقة بدل المرة مرتين، فابتدي ب 220 وبعد كده ممكن تتفرج على كل ما تراه ليس كما يبدو. واكتب لي بقى رأيك في الكومنتات، بس افتكر كل ما تراه فعلا ليس كما يبدو.